مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج الكره مع محمد صابر. حضراتكم وحشتوني جدا جدا جدا. دي اول حلقه بعد اجازه شهر رمضان الكريم واجازه عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. كنا لازم نختار لحضراتكم النهارده موضوع مسكوت عنه، بس انا هنا ببرنامج الكره مع محمد صابر، ومحمد صابر مش هسكت عنه. وانا بدعو من هنا النهارده كل اعلاميين مصر، زمايلي المحترمين، الاعلام المقروء والمسموع والمرئي، نتكلم على القضيه دي ولازم نتكلم عليها. احنا ليه بنلعب دوري وكاس وبطوله افريقيا؟ عشان يكون عندنا منتخب مصر قوي، عشان يكون المدير الفني عنده قوام لمنتخب مصر، بيختار من خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم. يبقى عندنا قاعده عريضه للاختيار. طب ازاي انا عندنا قاعده واحنا بنجيب اللعيب الاجنبي في الدوري المصري بنديله دولاراتنا وبنجيبه يفيد بلده ومنتخب يجي يفيد بلده ومنتخب بلده ما يفيدش، وبنرمي الدولارات بتاعتنا؟ هو احنا معانا فلوس كتير دولارات عايزين نرميها؟ طب واحنا بندي بلدنا مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي محتاجين كل دولار واحنا بندي بلدنا الجديده مصر؟ مظبوط حضراتكم؟ ده احنا حتى مش قادرين نجيب في الدوري المصري لا كريستيانو، لا بنجيب كريستيانو ولا بنجيب ميسي ولا بنجيب لعيب المستوى الكواليتي رديء جدا. اللعيب الاجنبي بيجي في الدوري المصري بياخد دولارات، وفي لعيبه في مصر احسن منه مليون مره، واكيد حضراتكم شايفين في الدوري الناس اللي بتاخد ملايين الدولارات، وتيجي احنا نمشيه. طبعا حقه، الفيفا ده عنده عقد ياخد مننا الدولارات. احنا بنضحك علينا كمان، بيضحك علينا بصفقات فاشله، وبعد كده احنا بنرمي الدولارات بتاعتنا في الارض. اكيد احنا مش اغنياء، مش هنرمي دولاراتنا في الارض. احنا النهارده بكلم اتحاد الكوره لمن يهمه الامر في مصر كلها، الرياضه المصريه، وبكلم اتحاد الكوره. لازم ناقوس الخطر من برنامج الكوره مع محمد صابر. بدق ناقوس الخطر النهارده. لازم تقليل اللعيب الاجنبي في الدوري المصري. لازم النهارده نقلل اللعيب الاجنبي في الدوري المصري. عايزين نسيب المدير الفني اللي ماسك منتخب مصر، مصري ولا اجنبي، لازم النهارده يكون عنده قاعده للاختيار. احنا جينا سنه من السنين حضراتكم مش شايلين راس حربه لمنتخب مصر عشان اللعيبه الاجانب. مين يقول كده يا جماعه؟ مين يقول كده؟ انا بتكلم النهارده عشان مصر. مصر فوق الجميع، مصر فوق الجميع. انا ما يهمنيش بس دوري وكاس وبطوله افريقيا، احنا بنلعب كل المسابقات دي وكاس الرابطه. احنا بنلعب كل المسابقات اللي موجوده في مصر وكاس السوبر وكل المسابقات اللي احنا بنلعبها في مصر، محليه او افريقيه او دوليه. طبعا ده عشان خاطر منتخب مصر، عشان خاطر الحلم ومبادره الحلم اللي انا مبنيها مع حضراتكم، ان احنا بمشيئه الله هنوصل مع مستر فيتوريا وجهازه لمونديال 2026 بمشيئه الله. بس احنا مش عايزين نوصل 2026 بس، ده احنا عايزين يكون عندنا بلان حاطينه لغايه 2050 بمشيئه الله. لازم النهارده نقلل اللعيب الاجنبي في الدوري المصري، وقطاع الناشئين في الانديه تشتغل، تطلع لنا لعيبه تشتغل، عشان يكون عندنا قوام لمنتخب مصر لغايه 2050. انا بجد كنت لازم اتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده، وهفضل اخر يوم ليا في الاعلام مع حضراتكم هتكلم فيه، لان دي مصر فوق الجميع، مصر فوق الجميع، مصر فوق الجميع يا جماعه، مصر فوق الجميع. انا مش هتكلم على نادي، انا بتكلم على مصر. انا ما يهمنيش لون، انا بنتمي لمصر. انا مصري ومنكم وبنتمي لمصر. لا يهمني لون ولا نادي، انا انتمائي لمصر. وده انا قلت لحضراتكم اول لما اتكلمنا في برنامج الكره مع محمد صابر، واول حلقه ليا برنامج الكره مع محمد صابر مع حضراتكم، قلت لكم ده برنامج حضراتكم من اسكندريه لاسوان. اي موضوع هيهم الكره المصريه والرياضه المصريه انا هتكلم فيه. لا هيكون عندي خطوط حمراء ولا عندي اسماء ولا عندي الوان. شعاري في البرنامج هنا في الكره مع محمد صابر الاحترام للجميع ومصلحه مصر. انا كنت سعيد جدا جدا ان انا اتكلمت مع حضراتكم النهارده في الموضوع ده، ووعدكم اخر يوم ليا في الاعلام هفتح الملف ده وهتكلم عليه. وانا بامانه بقى انا بخلص الحلقه وبستمتع، وانا يعني بستنى حضراتكم وراء حضراتكم بعد الحلقه زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. هستنى حضراتكم على صفحات برنامج الكره مع محمد صابر، والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. ميرسي جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.